نظره فعلا لقناه النيل الرياضه، نظره تاني لمشاركه الدوري مع كذا نادي مع كذا قناه، نتفرج على محللين كتار. يعني مثلا ايام مودرن كان مثلا استاذ فتحي سند في المودرن، يسمع هنا كابتن صاب عبد المنعم، هنا محمود بكر بيذيع، هنا حماد امام بيذيع، كانوا بيجيبوا مذيع الليبي الكحكي كان بيذيع، بلال علام، كابتن صاب عبده، الاسامي الكبيره المدارس دي كانوا بنقعد نستمتع كده بلقطات حلوه كده. عصام عبده في ماتش الزمالك وسموحه، لا يجيب 3 بونت للشيكابالا، لا كده ما حدش يزعل من جمهور الزمالك، وبقول اتحاد الكره النهارده يسمح بالشماريخ عشان يقول لقطات جميله ولازمات حلوه بتعلق مع المستمع. انت تتفرج على البتاع خلاص مفيش كاريزما، مفيش قبول. اقول لحضرتك حاجه، في ماتش بيبقى كرويا بايت ملل، بس في مذيع بيحركك بيخليك يجبر الانتباه ياخدك للماتش. ايوه، امتى بقى نرجع للرياضه والقنوات والمعلقين اللازمات؟ يعني في ماتش الزمالك والمصري بتاع شيكابالا، انا مش هقول لكم هيرقصوا يا ابن اللعيبه يا ابن كره شراب، لقطات يعني لقطات والهمسات كده، يا حازم يا امام الامين الموهوبين يرفع القبعه لكذا. يا جماعه احنا ليه بنموت اللعيبه الحريفه اللي عندنا دلوقتي؟ مع احترامي الكامل لجمهور الاهلي، هو في لعيب في مصر احرف من شيكابالا في الفتره اللي كان بيلعب فيها؟ انا معلش، في الفتره اللي كان فيها مفيش حد. انا ممكن انكفك واقول لك ابو تريكه، لا هو في نفس الفتره. لا، ابو تريكه نفسه قال لك شيكابالا احرف منه يا باشا ما حدش مش مجامله. لا استنى حته الكوره، شيكابالا احرف ولا ابو تريكه؟ اقول لك بامانه، انا من وجهه نظري ان شيكابالا من امهر واحرف 5 مواهب مروا في تاريخ مصر. لا استنى بس، انا مش هتكلم بقى في المنتخب، او بتكلم اللي ظلم او ما راحش مع كابتن حسن شحاته، ودي كانت اكبر علامه استفهام. اللي شيكابالا كان متالق جدا، ما كانش حسن شحاته بياخده. دي اكبر. لما خدوا في 2010 نزلوا في ماتش موزمبيق 10 دقايق قتلوا وخرجوا. فبيقول ده كابتن حسن شحاته قال لشيكابالا ما تلعبش بالكعب النهارده خالص عشان ما طلعكش. شيكابالا كان نازل من اول الشوط الاولاني عمل 10 كعوب، كابتن حسن بين الشوطين راح مغيره وما خلوش المنتخب. يا جماعه مش الكلام برضه، اصل لا يا جماعه لعيب كوره حريف كوره، يا جماعه ما تجيش تقول لي ميسي ما تلعبش كوره كذا. جوارديولا قالها، قال لك انا لو عندي 11 لعيب زي ميسي انا هاخد كل البطولات في كل السنه طبعا تمام. فبيسالوه انت بتقول ميسي ايه؟ قال له انا بقول له ميسي انزل الملعب بس ما بكلملوش حاجه، ما بقولوش يعمل اي حاجه، هو عارف هو بيعمل ايه. نفس النظام انا عشان بس ما الناس هتاخدنا سكه شيكابالا هو زي ميسي، لا شيكابالا بالنسبه لي ميسي مصر. ازاي؟ او ميسي الزمالك، كل واحد اسطورته هو احسن. انا شايف شيكابالا ينزل الملعب اعمل ما بدالك، ما دام هيفيد الفرقه. يا جماعه الزمالك في الفتره اللي فاتت دي، الفتره العشريه اللي كده، الوحيد اللي كان شايل الزمالك على كتافه. يا جماعه موسم 2010 2011 اللي ما اتفرجش على شيكابالا ما اتفرجش على احلى نسخه من لاعب مصري جت في تاريخ مصر، مع احترامي الكامل لاي نجوم مصر من اول لحد محمد صلاح حاليا. شوف محمد صلاح فين ونجم كبير، والايقونه بتاعتنا. بس اقول لك على حاجه، شيكابالا امهر منه، والايقونه بتاعتنا شيكابالا كمهاره في 2011. بس هي فرق العقليات بقى. شيكابالا لو كان من ساعه ما احترف وعنده 18 سنه في باوك اليوناني وطلع صغير واستمر وطلع، كنا نقول شيكابالا دلوقتي بنقارنه فعلا بميسي ورونالدو ونجوم اوروبا الكبير، عشان كان ساعتها موهبته تاهله لكده. عنده المقومات، سرعه، مهاره، قوه، عنده رجل شمال يا جماعه ما لهاش حل. رجل شمال بتبقى عارفه رايحه فين. اعتزل، واكتر حاجه بصراحه بسطاني في اعتزاله ان هو مش هنتخانق معاه كجمهور اهلي كتير ونخليه نستفزه وهو يستفزنا وكل الكلام ده. انا هرجع بقى لحته الاستفزاز والجمهور واللقطات والحاجات دي، وبرضه بلوم على يا جماعه شجعوا كوره. لعيب برضه رساله لجمهور الزمالك اللي انا واحد منهم، زيزو مشي صفحه واتقفلت تحت اي بند، عمل اللي عمله تحت اي وصف تحت اي حاجه. ركز في فرقتنا، احنا معانا فرقه، معانا دوري، لسه مطوشه كبيره، لسه مطوشه تقيله، لسه مطوشه كتير قوي جايه. اركز في الفرقه بتاعتي، اركز مع اللعيبه اللي عندي. وانا عندي على فكره يعني ماتشين، مش هقول لك الزمالك لا، انا عندي بدايه مبشره، عندي فرقه هتقف على رجليها بتدعمنا، مش هندبح فيهم مش هنقطع فيهم. ماتش فيه اخطاء حصلت من المدرب، بس اللعيبه واقفه واللعيبه عايزه دعمنا. ورساله لجمهور الزمالك في المدرجات بقى، ارجع شجع الزمالك، ارجع شجع الزمالك، ارجع شجع الزمالك. مالناش دعوه بزيزو بامام بكهربا بده،
استفزوك خلينا احنا احسن منهم. شجع للاهلي، هم عايزين يشجعوا جمهور الاهلي برضه. شجع الاهلي زي ما انت عايز، مالكش دعوه بشيكابالا، مالكش دعوه بعبد الله السعيد، مالكش دعوه باي لعيب في الزمالك. يا جمهور الاهلي شجع الاهلي بس. الراجل ده بيقول كلام زي الفل. لو فكرنا فعلا كل واحد يخليه في حاله وفي فرقته، هتلاقي الزمالك زي زمان، البطولات والامجاد وكل حاجه. هتلاقي الاسماعيلي بيرجع، هتلاقي وهنرجع للمرجوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه في اول البدايه، اللي احنا كنا بنطالب الجماهير، كره الجماهير. هنلاقي ان الملعب اتسالت 50-60 الف، وبعد كده لكل فرقه ما نلاقي الالتزام في الملعب، بس ما يبقاش في شد وفي جذب وفي مشاحنات. هي بسيطه، بس احنا اللي نبداها. تعال بقى بينا ندخل على الكارت السبيشال بموضوع نور. جينا بقى للكارت السبيشال، وموضوعه سبيشال قوي. ازاي؟ على سحب ارض نادي الزمالك اللي في 6 اكتوبر. الموضوع دوت مش جديد على فكره. الموضوع دوت المستشار مرتضى منصور مقدم بيه مذكره من يوم 22/5/2025. كان محتواها ايه المذكره ديت؟ مقدمه للنائب العام بيتهم فيها مجلس اداره نادي الزمالك باغتصابهم لسلطه نادي الزمالك وتسهيل الاستيلاء على ارض 6 اكتوبر المخصصه للنادي. شايف الكلام ده ازاي؟ طب تصحيح معلومه، هو المستشار مرتضى منصور قال لك اغتصاب حق الجمعيه العموميه لنادي الزمالك، مش اغتصاب نادي الزمالك، اغتصاب حق الجمعيه العموميه. تكرر التصريحات اللي طلعت من وزاره الاسكان او الصفحه الرسميه بتاع مجلس الوزراء ما بتكلمش الكلام ده، بتقول على تاخير المباني والحاجات دي، والتخصيص الارض في غير محله او كذا. اولا انا هختصر الموضوع ده في نقطتين، يعني مناقشه للمسؤولين والسيد رئيس الجمهوريه. يا ريت ارض الزمالك تفضل للزمالك، الارض دي ملك الجماهير واعضاء نادي الزمالك، مش اعضاء مجلس اداره هيقعدوا على الكرسي سنه ولا سنتين ولا 4 سنين ويمشوا. لو في مخالفات في حاجات فعلا الجهه الاداريه تنزل تحاسب، بس الارض تفضل لخاطر جمهور واعضاء نادي الزمالك. يا جماعه الزمالك ما يتمثلش في اشخاص قاعدين على كراسي، الزمالك قاعده كبيره من الجماهير واعضائه في النادي في مصر والوطن العربي. ده نفرق بس. بناشد فخامه رئيس الجمهوريه بعد اذن حضرتك، يا ريت ارض الزمالك، وبسميها ارض الزمالك مش ارض نادي الزمالك، شعب الزمالك من جمهور واعضاء. انا عضو في الجمعيه العموميه في نادي الزمالك، وقبل ما اكون عضو في الجمعيه العموميه انا مشجع درجه ثالثه لنادي الزمالك. هرجع تاني لجملتك اللي المستشار مرتضى منصور قدم بلاغ ومش قدم بلاغ. اولا انا برضو بسال مجلس الاداره، انت ليه ما عملتش رؤساء عامه؟ ما عملتش مزاد على حته الارض لو انت استثمار؟ خصصتها ليه بالامر المباشر للشركه او لشخص معين او مع تحفظي على النقطه دي بالذات. لو اسلام هيدفع مليون، ما ممكن احمد يدفع 10 مليون. كفايه ان اسمه هيرتبط بنادي الزمالك. اسم الزمالك لوحده بياع، يعني دايما في لغه السوق كده يقول لك ايه، المكان بياع. ما اجي افتح محل مثلا، اي تاجر يقول لك او افتح شركه او افتح بتاع، بشوف المكان اللي انا هفتح فيه او المكان اللي انا هعمل فيه هيمشي ولا لا. ليه ما اجي اقول مثلا هعمل مناقصه على الحته الاستثماريه اللي اتخصصت من وزاره الرياضه او من وزاره الاسكان، المساحه 20% من الارض يبقى بفكر استثماري، ليه ما اعملش عليها مناقصه؟ بدل ما اكسب مليون هكسب 10. ودي انا مع المستشار مرتضى منصور فيها، بس طبعا بدون صاحب الارض عشان بس ايه كلامي يبقى يتفسر صح. انا عايز الارض دي هتدخل الزمالك مليون، لا انا عايز ادخل لي مليار. انا خدت الموافقات، بعمل مناقصه ومزايد عليها. اعمل يا جماعه، اعمل مناقصه يا جماعه في حته ارض هتساوي 10 مليون، هتفتح اللي عليها المزاد ب 50. والله اللي حابب يدفع اكتر انا كزمالك مستفاد طبعا، واللي هاخده من هنا احطه هنا. ما في بقى سياسه بقى في الانفاق والارشاد، مش هاخد الفلوس كلها، اخلص جزء واسيب النادي الاجتماعي مهمل. يا جماعه انا عضو جمعيه عموميه في نادي الزمالك. نادي الزمالك اجتماعيا بيمر بفتره مش كويسه جدا على مستوى الانشاءات، سيبك من الانشاءات، على مستوى الخدمات داخل النادي وداخل الفرع في بيت عقبه الفرع الرئيسي، لا مستوى سيء جدا. يعني الفتره بتاعت المستشار مرتضى منصور لما كان مظبط حمامات السباحه والجناين وكل الكلام دوت والنادي النهري ده، كانت احسن حقبه يعتبر للزمالك. اقول لك حاجه في داخل خدميه نادي الزمالك او داخل نادي الزمالك، انا كعضو اقول لك المستشار مرتضى منصور كان بيتابع بنفسه، كان بينزل يمر بين الاعضاء بنفسه، بيشوف الترابيزه نظيفه ولا الكراسي مش مظبوطه. دلوقتي اخر اهمال،
بجد مفيش مفرش على الترابيزه. الاول مفيش ترابيزه ما فيهاش مفرش، وكيس البلاستيك مغطي المفرش. انا بقول لك كفارش نادي الزمالك بتختفي، مفيش ترابيزه عليها مفرش، مع احترامي للعمال. العمال كلف او اعمل. طيب الحمام اللي في الاداره، اللي في مبنى الاداره، الحمام اللي تحت الحوض حنفيه، المقبض غير المقبض، الخلاط مترقع، اللي في الحمام اللي في الدور الارضي اللي في مبنى الاداره. يا جماعه عيب. اعضاء نادي الزمالك تستحق افضل من كده. جمهور الزمالك واعضاء نادي الزمالك يستحقوا مجلس يليق بيهم، مع احترام الجميع للاشخاص كلهم اللي داخل اعضاء مجلس الاداره، كلهم ناس محترمين وعلى دماغي. بس على الارض الواقع مفيش حد بيدخل يقعد مع الاعضاء يسمعهم، ما بيسمعوش الا الشلاليه. عشان كده ارجع اللي قلت لك، انت قلت ليه ارض النفاق؟ عشان اقول لك اللي كده كل واحد من اعضاء مجلس الاداره ليه شله، ما بيسمعش اللي هم ليهم. وده اكبر غلط واكبر سياسه انهيار في النادي، اللي انا اسمع ما اسمعش الناس. مستشار مرتضى منصور لوم عليه وعيب عليه زي ما تقولي اللي هو غلط او لسانه او بس فترته تيجي تقيسها انشائيا ورياضيا انجازات ما بعدها انجازات. من 2014 لحد 20 واخدين كونفدراليه، دوري، كاس مصر، وصلنا نهائي القرن واتغلبنا باللي اتغلبناه. كوره القضيه ممكن شوف وشيكابالا قطمها في الشناوي الناحيه الثانيه. وطبعا انا اسف والله هطلع منها كده، انا بعزي كابتن محمد الشناوي في وفاه والده النهارده، يعني الله خلص تعزيه لكابتن محمد الشناوي حارس مرمى مصر والنادي الاهلي، والله يرحم والديك ويرحم امواتنا جميعا. نرجع بقى للنقطه دي. بس انا اقول لك على حاجه بمناسبه النقطه ديت، وبتقول شيكابالا قطمها وعمل. احنا عارفين شيكابالا، بص كل الناس عارفه ان شيكابالا بيعمل كده وبتيجي جون، بس ايه اللي استفدتوه في الاخر؟ عكننتوا فرحتنا مثلا؟ تغيير الحكم قبلها ب 24 ساعه، الفار شغال. عارف انا الصوره واحده بوعني ليه؟ علشان المرتين اللي اتقابلنا فيهم انت اللي كسبتني، بس على مدار 30 سنه ايمن منصور وناصر منسي. يا باشا اسطوره ناصر منسي. ناصر منسي اسطوره. طبعا والله اسطوره. هو ناصر منسي باين عليه ان هو ايه؟ طيب لا يا جماعه بص عايز اقول لك حاجه، لعيب مجتهد. ناصر منسي مهاجم. عارف جول نهائي كاس مصر الزمالك وبيراميدز؟ اي مهاجم على طول حرفيا الكره كده بالفرد هتعمل ايه؟ هيلم شب ويلعبها جول من فوق الجول على طول. ناصر منسي كتب الكره في الارض من تحت الجريول. شناوي طالع، شناوي طويل حتى لو لعبها شوب ممكن تسد، عمل حركه غير متوقعه، وش رجله بيسيب لمها للارض جنب الارض. اتفرج على الجول ده كده واتفرج على الحته دي. مهاجم ما يعملهاش الا مهاجم فاهم. يا جماعه ما انا باجي اتفرج على كوره بتفرج على الكوره، عشان كده بقول لكم ارجعوا تاني شجعوا كوره واستمتعوا بالكوره، مش لون التيشيرت. استمتعوا بكل تفصيله في الكوره، لقطات كوره صدقوني هتستمتعوا. في لقطات في الملعب بتحصل داخل الملعب، داخل المستطيل كده، باصه، تحرك. اللي بيفهم كوره هيتذوق كوره. يجي الفتوح عمل اسيست في الجون ده عالمي، بصت عينه للكوره الاول قبل ما وهو بيجري بالكوره. يعني بحب اللعيب اللي ما بيبصش في الارض، فتوح منهم. فتوح ما بيجري بالكوره ما بيبصش في الارض، حريف. فكره حسام غالي ده اللي انا بشوف الملعب وفي لحظه خلى ناصر منسي قدام الجول. هي دي برضو اللقطات يا جماعه الواحد لازم ياخد باله منها في الكوره. عشان كده بقول لكم شجعوا كوره ما تشجعوش فلان. استمتع بالكوره بلقطه حلوه هنا. ارجع للكوره في ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا، الزمالك كسب بتغييره واحده، مش الزمالك اللي عملها، علي ماهر وخروج السوليه، بيخرج عمرو السوليه فضل وسط ملعب سيراميكا، كان هو نقطه الوصل بين الدفاع وكده، وكان قافل الجول الزمالك الاولاني بتاع ناصر ماهر الجيب من ادهم كان من الجبهه اللي كان اللي عمرو السوليه كان واقف فيها، فكان مانع عنها الهجوم. هذه تفاصيل صغيره في الملعب وتفاصيل صغيره في الماتش بتفرق اللعيب عن اللعيب، بتفرق مدرب عن مدرب فاهم. وهي امكانيات والله ربنا سبحانه وتعالى ادانا كل واحد حته مش عند التاني، فلازم نستغل الحته دي وننميها. انا مع احترامي الكامل لاي حد يا جماعه، كل واحد ربنا سبحانه وتعالى بيسرها له وموفقه في حته معينه. ليه اهملها؟ مش في الكوره، مش بتكلم في الكوره بس، فممكن تكون متفوق جدا في رياضيا في لعبه تانية، دراسيا، وربنا بيديك الحته دي. ليه ما ابدعش فيها؟ ليه ما نمهاش؟ ليه ما اقولش فلان عمل وفلان في الحته دي ياخد فلوس؟ لا، انت ربنا بيديك حكمه، بيديك حته ميزه كذا. ربنا عايز يقول لك افضل بعضكم فوق بعض الدرجات، ادى لكل واحد درجه عن الثاني.
في الحياه، في الرزق، في الجسم، في كل حاجه. انام من الحته اللي ربنا ادهاني وما ابصش لغيري، استمتع بلحظه، كل لحظه في حياتي دي بعيد عن الكوره يا جماعه. عيشوا حياتكم واستمتعوا بكل لحظه في حياتكم وارضوا باللي انتوا فيه دلوقتي. والله حلقه جميله انا اجمل، وانا مش عايزه تخلص. وانا والله العظيم انا مبسوط جدا يا جماعه باسلام. واول تعارفي باسلام يا جماعه كان برضو في احدى اللقاءات، برضو ندوات كده عن الكوره والحلقات دي، استمتعت بيه. يعني انا نادرا اما اشوف اهلاوي جميل وبيشجع كوره بقلبه بجد وبيتكلم كوره، مش بيتكلم بقى بلغه العصبيه ولغه التحفيل، لا بيتكلم كوره. اهلاوي فاهم ومحب للكوره جدا ونضيف من جواه حبيبي بجد والله. وانا سعيد جدا ان انا معاه دلوقتي بجد. واول ما قال لي والله انا لبيت النداء، عشان انا فعلا حابب اكون مع شخصيه جميله زي دي، وبتمنى له جدا البرنامج في المقص ده يسمع الدنيا. يا رب. واقول لك انت امشي على الطريق وكمل، انت باذن الله باذن الله يعني هشوفك في برنامج كبير قوي ان شاء الله في احدى القنوات قريب باذن الله. وهتبقى اول ضيوفي برضه. ده شرف ليا يا حبيبي، سعيد جدا بيك يا ربنا حبيبي. يخليك، نورتني وشرفتني. وشايفين احمد كان كلامه عامل ازاي؟ هل محايد ولا متعصب لفرقته؟ عمل ايه النهارده في كرسي في المقص؟ استني كومنتاتكم ولايك وشير وسبسكرايب، كل اللي انتوا عارفينه بقى. شكرا.